بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امرا نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. النادي الاهلي طبعا عنده المباراه القادمه باذن الله، نادي سموحه غدا الاثنين باذن الله الساعه 9:30 باذن الله. كل التوفيق والدعم للنادي الاهلي. مباراه مش سهله ابدا، مباراه صعبه. نادي سموحه طبعا نادي الزمالك فاز عليه 1-0 بالعافيه. ايضا نادي سموحة فاز على على نادي بيراميدز بنتيجة 2-1. مباراة مش سهلة. فوق يا عم ترب، الله يرضى عليك. فوق فوق كده وصحصح معانا، عشان بالشكل ده وبالطريقة دي الدوري هيضيع مننا يا جماعة. الدوري هيضيع مننا بالشكل ده. المنافسة السنة دي قوية، مش زي كل سنة. معاك سيراميكا بينافس، معاك بيراميدز بينافس، معاك ايضا الزمالك في ظل الظروف اللي فيه بيمر بيها نادي الزمالك. لا فعلا يتقال له شابوه. نادي الزمالك يتقال له شابوه والله على كل اللي فيه نادي الزمالك ده، ومع ذلك بيفوز، ومع ذلك في المنافسة وبينافس مع بيراميدز ومع الاهلي ومع سيراميكا. فلا، نادي الزمالك يتقال له شابوه ويتقال له لا، كتر خيركم بامانه. اللعيبه دي كتر خيرها، اللعيبه دي لا بتاخد فلوس ولا بتاخد حاجه، ويعني يعتبر بيلعبوا كده لله. ايوه هياخدوا الفلوس دي، ولكن مفيش حاجه دلوقتي يا جماعه. الناس دي بتلعب من غير فلوس، ما بتاخدش مستحقاتها، ما بتاخدش مستحقاتها. وفيهم ناس كتير جدا ما اشتكتش ولا راحت بقى فسخت تعاقدها بقى زي بقيه اللعيبه اللي عملت كده. لا، مع ذلك بيلعبوا وبيكسبوا. حتى لو خسروا مفيش لوم عليهم اللعيبه دي، يعني معلش كويس اصلا انهم بيلعبوا. ما هو ده مصدر رزقهم يا جماعه، هم معلش هم يعني معذورين برضو، ده مصدر رزقهم، هو ده اكل، هو ده اكل عيشهم، هو ده شغلهم. فانه يلعب وما بياخدش مستحقاته، لا. بالعقل كده لا، كتر خيركم بامانه والله. لعيبه الزمالك يتقال لهم شابوه في ظل الظروف اللي بتمر بيها نادي الزمالك، ومع ذلك بيكسبوا، ومع ذلك بينافسوا. فلا، يتقال لهم شابوه، يتقال لهم كتر خيركم وكل حاجه. تمام. نرجع لمرجوعنا بقى. النادي الاهلي لازم يركز، مدرب النادي الاهلي لازم تركز في الدوري، وعندك في دوري الابطال ماتشين مش سهلين بالمره. الترجي هتلعبه هنا في مصر، وهتلعبه هناك في رادس. يعني ماتشين، وان كان الترجي مش هو الترجي بتاع السنين اللي فاتت، ولكن برضه مباراة تقيلة. دي فرقة صاعدة من دور المجموعات في دوري الأبطال، فلازم تعمل لها حساب.